جربت قبل كده تسافر بره مصر لوحدك؟ بردانه قوي. انا مش فاهمه انا بعمل ايه، اقسم بالله انا لو حلفت ان انا والله ما اعرفها. لقيت عليها في المطار خدتها معايا. يعني انت يا بابا وصلتني المطار عشان خايف عليا اروح المطار لوحدي ومخليني اسافر دوله ثانيه لوحدي عادي؟ بكل بساطة أنا أمنية وأنا عندي 18 سنة قررت أسافر برا مصر، والسبب ورا السفرية دي هتعرفوه في آخر الفيديو. العندليب جاي لك يا دبي، أحبك وأودك. السفرية دي مميزة جدا عشان تعبت وجبت فلوسها بنفسي، مفيش بابي ومامي، ومش هنكر أنا ما كنتش مصدقة هو بجد أنا مسافرة؟ والله العظيم لو كان في حد جه قال لي من سنة مثلا يا بنتي يا أمنية أنت مسافرة كمان كام شهر بره مصر كنت هتف في وشه. إيه القرف ده؟ حضرت الباسبور واللازم منه وحضرت العدة، بس كنت مفكرة إني هكون مبسوطة. المفروض لازم تنبسط وبتتحمس، بس يعني بحاول يعني. وقعدت قاعدة وفكرت نفسي بفكرة مهمة جدا، أنا لازم أستحمى. وسافرت بشنطة ظهر عشان محدش مهتم بلبس كام طقم ولا هيكون شكلي عامل ازاي، المهم استكشف. وعشان ما كانش فيه مساحة في الشنطة كنت بحط الشرابات جوه الكوتش، وعشان اجيب ارخص تذكرة طيران اضطريت اسافر من القاهرة لاسكندرية، ومن اسكندرية لابو ظبي، ومن ابو ظبي لدبي لغايه ما نوصل لبلد بص اسمها سيكولاند. والطيران ما كلفنيش رايح جاي غير $80. المهم كنت مصدومه، يا في الاخر تتلغي الطياره او تولع او الطيار ما يجيش. يعني ايه الطيار ما يجيش يا امنيه؟ وكنت بعمل حاجات غريبه قوي. اهدوا والخير جاي. وفي السفر اتعرفت على ناس تحفه شبهك، تايهين ومش عارفين يعملوا ايه ولا يروحوا فين. مرة واحدة أحلى صناعة محتوى في العالم بجد، وألطف حد في الدنيا. يا بنتي أنت لسه عارفاني من نص ساعة. عارفة بس حسيت ممكن أكون شريرة ولا حاجة. والله ما اعرفها. انا ما اعرفوش. انا اقسم بالله انا لو حلفت ان انا والله ما اعرفها. احنا لسه اول مره نتقابل، مش هتصدقوني. لقيت عليها في المطار خدتها معايا، دي حبيتها. نخش في الموضوع. ناكل ايه؟ براطة وهنشرب كرك. كده يعني أكل هندي بجد. أنت عارفة كرك ده بكام؟ $1 بس ده مشروب معترف في الإمارات، شاي بلبن عليه هيل. تمام. والبراطة دي هندية، وهناكل سمبوكسة. لا بعد اذنك اسمها سمبوسك. لا هناك اسمها سمبوكسة. سمبوكسي. سمبوكسة عارف. يعني انت يا امنيه سافرتي بشنطه ظهر للامارات، بس لما سافرت العالمين سافرتي بشنطه سفر. وبقيت استكشف المطار لاول مره باسئله ما ينفعش اسالها. خلاص شكرا. انا ابويا جاب لي من الكشك ازازه ميه ب 2 جنيه ونص، قلت له ده غاليه قوي يا بابا. بعدين جيت هنا اكتشفت ان هي ب 25 جنيه. بص يا حبيبي، سندوتشاتك في ايدك ومقطرتك في كيسك، مذاكرتك في دماغك، مطوتك في جيبك. يعني انت يا بابا وصلتني المطار عشان خايف عليا اروح المطار لوحدي، خليني اسافر دوله ثانيه لوحدي عادي؟ ايوه امال ايه؟ ايه المنطق؟ عادي. عندي تساؤل يا شريهان. ايه يا حبيبي؟ هو في نت هنا؟ والله العظيم احنا ما عايشين. اقسم بالله احنا ما عايشين عشان دولي بس. بجد. واحسن لحظه في حياتك لما ورقك يبقى تمام وفعلا تسافر. دي ما طلعتش احلام العصريه ولا حاجه، سافرت عادي. بس هتزهق زهق عشان الانسان يعشق المعاناه وضيق التنفس. كنت بشتغل وانا في المطار، هتقعد كده فاضي وتبص الممر طويل قوي ما بتعملش حاجه. اما بقى لما ركبت الطياره ما حسيتش باي حاجه، بجد ما حسيتش باي حاجه. وعشان الانسان برضو يعشق المعاناه وضيق التنفس كنت بشتغل في الطياره لحد ما وصلت لابو ظبي. ما حسيتش بحاجه برضو، يا دي البخت. وفضلت افكر اروح فين وانا ولا معايا عمله ولا خط ولا اي حاجه. بس لما كنت بشوف اعلام الامارات كنت بطمن، ما حسيتش بصراحه اني سافرت، حسيت اني في البيت عادي. وركبت مواصلات من غير ما السواق يدفعني. بعدين اكتشفت ان الباص رايح مكان تاني وتهت، وركبت مواصلات تاني وتهت. ما عارفين احنا بنعمل ايه، راكبين شحات. واكتشفت ان اللي مش بيدفع الاجره بيدفع غرامه بتمن تذكره الطيران بتاعتي. بيدور عليا. وبعد ما تهت 4 ساعات عملت فيها بنت البلد ومركبتش تاكسي وكملت المغامره في الباصات. احلى حاجه في الامارات انك ممكن تنام وانت رامي لابتوبك وتليفونك وكاميرتك وفلوسك، كانك نايم على كنبه البيت عادي. والمصري هيفضل طول عمره مصري. اخره 20. بجد والله. هو 25 بس انت اخره 20. بتفصلي فين يا حبيبتي؟ في دبي عادي. عندنا الطريق اهو، في نفق للمشاة. يعني هنا الانسان ما بيعرفش يعدي ويروح الناحيه اللي هناك كده.
ننزل من هنا. ولما نزلت سمعت لغات كتير قوي وجنسيات كتير قوي، بحاول افهم انا مين هنا. We are very happy in this country, the trees, the Nile, everything. واول حاجه سالت عنها الاكل. ماما عندها مشكله، مهما جبت لب، جبت ربع، جبت نص، ما بيعجبهاش، فلقيت لها الحل شوال بجد، شوال لب، عشان هي مش بتوافق باي حاجه. هتلاقي انواع اندومي غريبه وكتير. الشعريه المقليه دي عندنا في مصر عادي. طب بص، الشعريه المقليه بالكاري، شعريه مقليه بالفلفل الاخضر، شعريه مقليه باللحمه المكبره. سبب نجاح اليوتيوبرز اهو في ايدي. لا هو ده. لا سبب نجاح اليوتيوبر في ايدي. انا لقيت السر لقيت السر. هو ده. سبب نجاح اليوتيوبر هو ده. مين يزود؟ دلوقتي اكتشفتك تجيب اندومي. سبب نجاح اليوتيوبر هو ده. عارفه اخر العنقود؟ هو ده اخر العنقود. ما ده اخر العنقود. فرع الشرقه. اخر العنقود فرع الشرقيه، الشارقه دبي. شارقه دبي مش شارقه الامارات. وهتجرب انواع شباسي مجربتهاش قبل كده، لذيذ قوي، كلهم مكتوب عليهم بالعربي. احلى حاجه شفتها في حياتي هي بتاع ده، مخبوزات من كل البلدان. الشاي بصراحه ما صبرتش. الشارقه كانت مميزه، مثلا وقت الصلاه ما كانش في محل بيكون فاتح احتراما لده، بس دي كانت يومين في الشارقه. واتحركت على عجمان. سياحه لا طبعا. امال شغل لا برضو، كنت بجيب فسيخ ورنجه. ده ريحته وحشه. بس تعالوا نتكلم عن دبي. رحت كالعاده مواصلات عادي جدا، ومش قلقانه ومش خايفه، على اني حتى مش عارفه انا رايحه فين ولا هعمل ايه، بس عندي اطمئنان غريب. ونيجي بقى للسبب الاساسي للسفر، كان عشان احضر اكبر تجمع صناع محتوى، واشجع صحاب الكرياتور، واتعلم واجرب حاجات جديده، واشوف عالم انا ما شفتهوش قبل كده. بس هتلاقوني دايما قاعده على الارض، مش قادره بصراحه اشوف العالم. الا الشعب المصري يروح اي حته مصطفى. مش قادره والله، ما قادره، وعشان كده ما صورتش كل حاجه للاسف. بس رسالتي من الفيديو ده ان السفر مش دايما رفاهيه او حاجه تحطها في قائمه احلامك. السفر جزء مهم جدا من رحله تعليمك، يعني لو لازم نروح المدرسه فاحنا لازم نسافر. انا ما عرفتش نفسي فعلا غير لما سافرت. افكارك هتتغير، احلامك هتكبر اكتر. انا مثلا الامارات علمتني اكون زي ابراجها، عاليه وبتعلى اكتر واكتر. لما تشوف الحياه من غير فلتر ساعتها هتعرف ان لسه قدامك كتير تتعلمه. بس عندي سؤال، لو سافرت اول مره هتروحوا فين وهتعملوا ايه؟ وبس كده. لو عجبكم الفيديو لايك وتابعوني، بحبكم قوي.